سؤال، العصير لو قعد عندك في البيت 3-4 أيام خرب، وشلون يقولون هذا طازج بدون أي مواد حافظة ويقعد 3 أسابيع؟ عرفت معلومة سرية. ليش أفران الحطب دايم ترند؟ ليش الناس يحبون منتجاتهم؟ على فكرة مصانع الحطب حصلت على شهادة BRC البريطانية وبدرجة A، وتعتبر أعلى شهادة لجودة الغذاء في العالم. وإذا المستشفيات مثلا بياخذون منتجات من شركة معينة لازم يشوفون هذه الشهادة. رحت قبل كم يوم وجلست مع الملاك والمؤسسين وجبت لكم العلم كامل. أول فرع للحطب تأسس في القصيم، فتح قبل 20 سنة، يعني تقريبا في 2005. الجيل الأول هو اللي أسس، الجيل اللي بعده كمل المسيرة، واليوم عندهم أكثر من 100 فرع على مستوى المملكة. الناس تسأل تقول الحطب وشو؟ هو مخبز ولا سوبر ماركت ولا محل يبيع سندوتشات ووجبات؟ أنا أقول لك كلها. الحطب فودز اليوم الحطب تخدم عملائها بأكثر من نموذج، الفروع الأصلية وفي فروع الماركت اللي تقدم تشكيلة أكثر تدور حول الأكل الطازج وغيره، وفي فروع التوجو أو على الماشي، هذه مصممة عشان تخدم الأماكن الحيوية مثل أماكن العمل، المستشفيات، قريبا المطارات. الأولى كلكم تعرفونها اللي هي الحطب فريش، اللي كان اسمها أفران الحطب، وهي اللي أنا عندها الحين، وتبيع شوابير وتبيع المعمول بمختلف أنواعه، وبرضو عندهم المنتجات الطازجة اللي يبيعونها بالكيلو. تقدر تقول إنها زي البقالة الصغيرة اللي جنب بيتك وتاخذ منها الأشياء بشكل يومي. كل ساعة ساعتين يصير فيه خبزة، أنت شطارتك عاد متى تلحق الخبزة. خلونا نشوف العلامة التجارية الثانية اللي هي الحطب ماركت. باختصار هي السوبر ماركت اللي جنب بيتكم واللي تقضي فيها حق أسبوع أسبوعين، وفيها برضو منتجات إضافية، فيها أكثر من 3500 منتج. واحدة من الأشياء اللي مو موجودة في الحطب فريش وموجودة في الماركت اللي هي اللحوم، الزبدة. خلونا نشوف العلامة التجارية الثالثة، هي الحطب على الماشي أو تو. فكرتها فروع مصغرة تلقاها في المستشفيات، في المولات، في مقرات العمل، في المطارات وغيرها. هذه الفروع تبيعك المنتجات الخفيفة اللي تاكلها وانت ماشي، يعني مثلا سندوتشات، عصيرات، تبيع لك أشياء خفيفة بتلقاها في تو. وش أكثر شيء يعجبك في الحطب؟ المعمول. الحين بوريكم طريقة المعمول وكيف صار هنا على هذا الرف. أنا الحين في واحد من مصانع الحطب في سدير. هذه الخلطة الأولية حقت المعمول، الزبدة ومعاها أشياء مو بلازم تعرفونها. خليط العجينة حقت المعمول جاء هنا في هذا المسار، هذا الجهاز اللي يعطيها الشكل المموج. هذا هو الفرن اللي يطبخ أو يحمر المعمول. هذا المسار كلش مو طازج 100%، 1000%. وهذه عجينة الخبز العربي جاهزة، قاعد أحس بوهج الحرارة منطقة الأفران. هذا الخبز هو طالع من الفرن عاط. طبعا الخبز العربي في أكثر من 6 أنواع. في خبز عربي يحبونه الرياضيين مليان بروتين، وفي الكيتو، في الأبيض، في الأسمر وغيرها واجد. بعد ما تخلص المخبوزات من المصنع توصل هنا طازجة في هذه البوكسات وتتحمل بشكل يومي. أكثر من 100 شاحنة توصل لأكثر من 100 فرع يومياً. خبزة السوردو هذا اللي تأخذونها في الفطور من وين جاية؟ جاية من هذه العجانة، شوفوا حاطينها في قسم لحالها، تحفة فنية. عجينة السوردو هي العجينة الوحيدة اللي يحطونها في سلة قماشية، وهذه خبزة السوردو توها طالعة من الفرن. نجرب. وشلون يقولون هذا طازج بدون أي مواد حافظة ويقعد 3 أسابيع؟
من خط الإنتاج هذا بنشوف كيف البرتقالة أو التفاحة أو الشمندر يصير عصير طازج، تنظيف آلي وبرضه يدوي عشان يتأكدون ما في أي بكتيريا أو مواد ضارة. هنا في هذه التوانك الضخمة تصير عملية العصر وبعدها تروح للتعبئة. بعد ما ياخذون العصير الطازج من خط الإنتاج يحطونه في مثل هذه الكبسولات ويدخلونه في هذا الجهاز الضغط أو الضخم بتقنية معينة، يضغطون العصير وتمتد صلاحيتها إلى 3-4 أسابيع. نفس الشيء الوجبات الجاهزة تزيد مدة صلاحيتها لأنهم بعد الطبخ مباشرة يشيلونها ويحطونها في درجة برودة عالية عشان تمنع نمو وتكاثر البكتيريا. طبعا المصنع مقسوم إلى قسمين، قسم يسمونه اللو كير يعني العناية الأولية اللي في عمليات التنظيف الأساسية عشان ما تدخل البكتيريا، على القسم الثاني اللي هو الهاي كير أو العناية الفائقة. الحين هذا الهاي كير. طبعا هنا الحمص بعد ما يخلص طبخ يجي على قسم الهاي كير أو العناية الفائقة، يدخل على هذه الأنابيب، هذا جهاز التبريد. هنا سر الخلطة، يحطونه في هذا القدر الكبير ويضيفون عليه خلطتهم السرية والنكهات. هذا الحمص الحين جاهز للأكل. حمص شمندر، حمص ترفل، حمص كلاسيك. فخور بهذه العلامة التجارية السعودية، وقريب إن شاء الله بتشوفونها في جميع دول العالم ومقدها.